السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي راكم دايرين؟ ان شاء الله قاع تكونوا ملاح وانتم تشوفوا لا فيديو تاع اليوم جيتكم فيديو جديده مع وصفه جديده اللي غادي نشارك فيها معكم هذا الكيك بذوق الليمون. اللي عشاق الليمون غادي نقول لكم يعجبكم، غادي يعجبكم بالبزاف، الذوق ولا اروع. ان شاء الله تجربوه. ميم اللي ما غاديش تحتاجوا كميه كبيره، حبه ليم وراكم درتوا بها هذا الكيك اللي يجي صراحه يجي خفيف بالبزاف، يجي اسفنجي، ما يجيش كيما هذاك الكيك اللي ديجا كنت خدمته معكم اللي يجي ناشف كيما هذاك اللي يتباع برا، لا يجي تحسبوه راكم مشمخينه. هنا نبدو بسم الله. هنا شوفوا وقبل ما نبدو نقول لكم حبيباتي ما تنساوش الاشتراك في القناه فضلا وليس امرا، وما تنساوش الصلاه والسلام على الحبيب المصطفى عليه افضل صلاه وسلام. نبدو بسم الله. كيما شفتوا درت 2 حبات تاع البيض، زدت معاهم رشه تاع الملح، وزدت معاهم نص كاس تاع السكر، مبشور حبه تاع ليم، وغادي نخلط مليح السكر مع هذا البيض حتى نتحصل على خليط يكون ابيض. هنا بعد ما خلطها مليح ونتحصل على خليط كما قلت لكم، شوفوا اللون تاعها كيفاش ولا ابيض. هنا غادي نبدا نضيف الزيت. هنا تاني درت نص كاس تاع الزيت، الكاس اللي يرفد 220 مليلتر. هنا درت نص كاس تاع الزيت، قعدت نضيف فيه تدريجيا، ما تضيفوش ديريكتومون الزيت، ضيفوا غير بشويه وقعدوا تخلطوا. بعدا زدت عليهم كيما شفتوا راني قاسمه الحبه تاع الليم على 2. هنا غادي هذيك النص عصرتها، ولا غادي نضيف هذا العصير هنا مع هذا الخليط. والنص الحبه الزوجه غادي نسحقوهم بعدا، دوك نقول لكم فاش غادي نديروه. هنا خلطتهم هكا مليح. من بعد غادي نزيد تاني نص كاس تاع الحليب. صافو شفتوا المقادير موجوده في كل بيت، حتى الليم. وقولوا لي كاع راه عندكم هاد لا بيريود كاع راه عندنا هذيك الحبه تاع الليم في الدار. كيما شفتوا هنا خلطهم مليح. من بعد قعدت نضيف في الفرينه. هنا بالنسبه للفرينه ديروا كاس ونص تاع الفرينه، هذا مكان. الا شفتوا القوام تاعكم جاكم خفيف بزاف، زيدوا حتى الكاس قل ربع، زعما كما نقولوا ديروا كاس، والكاس الزاوج نقصوا منه ربع، هذا مكان. المهم انا درت لي كاس ونص تاع الفرينه مع كيس خميره كيميائيه. هنايا صايي ما قعدتش ندير بالباطور، هنا قعدت غير بالفوي ونسي ندخل كاع ديك الفرينه في الخليط. هنا كي تضيفوا الفرينه ما تخلطوش الخليط تاعكم بزاف، غير لو فات اللي تشوفوا الفرينه صايي تجانست مع الخليط، حبسوا الخلط. وهنايا ها هو صاير الخليط تاعي وجد. هنا رحت جبت المول اللي غادي ندير فيه الكيك تاعي، هذا مولا كيك بصح. هنايا شوفوا كاين انا تاعي شويه صغير، صافي الحجم تاعها غادي يجيني طالع، وكاين اللي راهم يتباعوا في الاسواق هذوك لي جون نوار، هذوك يجي الحجم تاعهم رايح للطول. كيف ميم هذاك اللي رايح للطول ديروا نفس المقادير وغادي يجيكم فيه. هنا كيما شفتوا حطيت الخليط تاعي كيما قلت لكم في المول كنت دهناته. الا كان المول تاعكم ما يلصقش ما تبقاش تدهنوا، انا تاعي ما يلصقش بصح هكاك ودهنته. درت شويه تاع المارغرين دهنته بها. وهنا الفوغ تاعكم ولا الفرن يكون كي تبدو تخدموا قبل ما تبدو ديجا تكونوا يسخن يحمى. هنا شوفوا صاي دخلته يطيب. هنا تاني بالنسبه للطيب تاعه كي تدخلوه، شوفوا الكيك ما لازمش تحلوا عليه الفرن حتى تفوت 15 دقيقه باش تبدو تشوف زعما تحلوا عليه الفرن تاعكم، باسكو غادي كي تبدو الا قعدتوا مع الاول حليتوا عليه غادي الكيك تاعكم يهود ما يجيكمش طالع. هنا غادي نوجدوا هذه لاصوص اللي درتها انا كيما شفتوا من الفوقه، اللي تجي تاني بالذوق تاع الليمون. هنا درت بو تاع ياغورت ناتور، ولا كيما قادرين ديروا بتي سويس كيما اللي يكون متواجد عندكم. انا درت بو تاع ياغورت ناتور. غادي نزيد مع هذا الكاري تاع الفرماج كيما شفتوا. وهذيك النص حبه تاع الليم اللي قلت لكم خليتها تاني عصرتها وغادي نزيدها. وهنا بالنسبه للسكر درت 3 ملاعق كبار تاع سكر. ها ولا هنا تاني هذاك العصير تاع نص حبه تاع الليم ها ولا غادي نضيفه، وغادي نميكسيهم. هادو المكونات غادي نميكسيهم مليح بهذا البغا ميكسور. انا هنايا شوفوا الخليط تاعي ولا هاد لاصوص انا خليتها شويه جاريه، نتوما خلطوها مليح باسكو انا هنا ملي قعدت نخلط فيها هذا البول اللي راني حاطه فيه
شغل جاني شوية صغير. الخليط كان غادي شغل يطلع لي عليه. سي بوغ سا ما كمّلتش الخلط، هاكاك وجاتني لاصوص مليحة، شغل تشرّبها لي هداك الكيك تاعي جاني شغل مشمّخ من الداخل. بصح إلا بغيتوها تكون القوام تاعها ثقيل وتجيكم تحسبوا راكم دايرين شوكولا من الفوقة، نقول لكم خلطوها مليح حتى تتقان معاكم. وها هو لهنايا الكيك تاعي بعد ما طاب. كيما قُلت لكم أنا توجور عندي الفوغ تاعي يحرق لي جهة ويخلي لي جهة. المهم أنا طيّبته مليح، أنا نبغيه هاكا طايب يكون حمر مليح، طيّبته مليح. شوفوا كيفاش جاني طالع. ها هو لهنايا ديموليته وغادي نكب عليه هاديك لاصوص اللي قلت لكم عليها. وكيما قلت لكم خواتاتي نتوما الا بغيتوها ثقيله وتجيكم القوام تاعها كيما تاع الشوكولا تجي شغل ثقيله، خلطوها مليح خلطوها حوالي 10 مينوت وانتم تميكسوا فيها. انا هنايا درتها شويه خفيفه. المهم قلت لكم كيما هكا وتشربها لي شغل جاني الكيك تاعي جاني مشمخ بالذوق البرتقال والله جاو روعه روعه روعه. كمل في رمشاتو من العين. كيما شفتوا شوفوا القوام يجي إسفنجي، ما يجيش داك الكيك اللي يجي ناشف. صافي تاكلوه غير هكا شتو كيما تعرفوا الكيك توجور نبغوا نفوتوه بحاجة بجو ولا قهوة ولا هذا تاكلوه وحده هو يفوت. إن شاء الله تجربوه. كانت هذه هي وصفتنا تاع نهار اليوم. إلا عجبتكم ما تنساونيش ابجام. اللي مازال ما اشتركت في القناة نقول لك اختي ما عليك غير الاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. أنا نقول لكم ما عليا غير نخليكم نقول لكم تهلوا في رواحكم وقارعوني في وصفة جديدة إن شاء الله. مع السلامة.